الروحانية في البلاد هذه متجذرة برشا وتنجم تلاحظها في حياة الناس اليومية. بالرغم اللي البلاد معروفة بالسياحة وتراثها الثقافي الغني، كيف عندها عدد كبير من المعابد البوذية اللي موجودة في البلاد الكل. في زيارتي لبانكوك حبيت نزيد نعرف أكثر على الديانة هذه، وذاك علاش صديقتنا نويز باش تهزني ندور بيا من معبد المعبد، تفسر لي كل شيء وتزيد تجاوبني على الأسئلة اللي تجيني في مخي. أما قبل ما نبدأ دورتنا مع نويز، خلينا نتعرفوا شوية على تاريخ الديانة البوذية في تايلاند. البوذيزم وصل لتايلاند من القرن الثالث قبل الميلاد، جاء من الهند عن طريق سريلانكا. بالوقت اندمجت الديانة مع الثقافة التايلاندية وصبغت على الهوية متاعها، بما أنه 90% من سكان تايلاند بوذيين. فما أقليات دينية كما المسيحية والهندوسية، وبيان سور مع نسبة تتراوح بين 4 ولا 5% من المسلمين متواجدين خاصة في الجنوب متاع البلاد على الحدود مع ماليزيا. وتوا نكملوا دورتنا معاها ونكتشفوا طقوس الديانة متاعها. بدينا بمعبد بوذي وسط البلاد. قبل ما نبدا نصور اكيد خذيت الاذن من العباد اللي تخدم غادي ومن الكهنه الموجودين، والحقيقه رحبوا بيا وما كانش عندهم حتى مشكله في التصوير. It's a video, by the way. Bell house. It's called a bell house. Okay, what's the difference between the... For months for and months. 5 a.m. or 6 a.m. they will knock. Before we don't have a clock. Okay, So every hour we know from the temple. This is from the ancient, you know. until now it works. That's At already- 5 or 6. Yeah. Normally in the past, like Yeah. 50 years ago, Yeah. the monk will come pick and then people okay 5 a.m. next 6 a.m. So that's how you know Like a big band. the time, yeah. Like Big Ben, yeah. اكيد في مدخل الباب يقول لك شنو الحاجات اللي لازمك تحترمهم، كيما ما تلبسش القصير وما تبداش عامل تاتواج نتاع بوذا. اول ما دخلنا لقاو جماعه مع الكاهن، ونويز مشيت قعدت بحذاهم وانا قعدت نتفرج من بعيد. وهنا باش نسمعوا مع بعضنا شنو فسرت لنا نويز. The first time you go to buy the stuff Okay. in the shop like that. Yeah. They have the candle or yellow. But this time I pick the light Okay. because the monk or the temple they can change. So I think it's useful for the temple. Uh-huh. We take this to the monk and the monk will start let you talk like a Bible. Like 3 minutes, you see. And then the meaning of I say to him is like all the stuff like this I give to you. Okay. And the temple to send to our family that died already. The So the monk here, this ceremony is mean he is the center of between human that still alive and human behind us that gone already. And then after like the prayer of 3 minutes, you put like some water like twice. That's one, not the normal water, Yeah. holy water. It's a holy water. The water is our prayer to be the connect to the Yeah. land. That's all. من بعد دخلنا للمعبد وين نلقاو جماعة يقراو في الكتب المقدس مع الكهنة. الحقيقة حسيت روحي في متحف ولا في جاليري دار، تلمع فما دي تابلو ودي ستاتيو في كل بلاصة. لهنا نحب نحل قصص صغيرة عن الكهنة. المونك ولا الراهب في تايلاند عنده بلاصة مرموقة في المجتمع، والدور متاعهم ما يقتصرش على الجانب الديني وحسب، أنا عندهم تأثير على التعليم وعلى المجتمع بصفة عامة عن طريق أعمال خيرية وجمع التبرعات. إنك تكون راهب بوذي فخرة في المجتمع التايلاندي، ونسبة كبيرة من الرجال جرب الحاجة هذه حتى لمدة قصيرة من الزمان، وين باش يعيشوا حياة بسيطة ويتجردوا من الماديات ومن الشهوات وحتى من اللبسة متاعهم تبدأ سهل.
فولارا أورانجي اللي يعتبروها رمز للصفاء والحكمة. وحسب تقريب في تايلاند عندنا أكثر من 300 ألف راهب منتشرين في أكثر من 30 ألف معبد، وبراتيكمون يعديوا نهارهم بينات العبادة والتأمل ويتلهوا بالمعبد من تصليح ونظافة إلى آخره. What do you think? What does it look like? It looks like a hand, no? Big feet of Buddha. Ah, it's big feet. Yeah, Buddha. like I can see 5 fingers. In our belief, Buddha don't have the finger like this, but all the same. You see, all the same line. Okay. But normal, as we will have a different, right? It's like all the fingers have the same Yeah. size. And what is this? This is the golden, but you cannot sell. What is it? You cannot sell. It's a gold. Yeah. رحلتنا تواصلت لمعبد من أقدم المعابد الموجودة في بانكوك. خذينا التوك توك وانطلقنا. So if you get the black magic or something that we believe, if you go to drink or put water for that, they will clean the bad luck. Okay. We believe you need to walk past, don't step here. Okay. It's like a bad, We don't have bad to luck. step there. There are bad luck in here. That we believe. Okay. So that's why I'm going to step there. So again, it's a video. So this is the main temple, The holy one inside. old one. Yeah, and the holy too. Ah, the holy one. Like he portrait Thailand, Okay. more than 200 years. Almost 200 years. How old is this one? 200, 200. And the old one? almost. 300. This one is old, that's why the construction all the time. But are the temples all the same? Like about the design, architecture, and They have the different. like for example, is there a difference between the south, Bangkok, Same. and the north? The story is the same, Okay. but how to build is different. There we left. Here for the view. Thank you. احنا طلعنا الثانية ذيك الكل، الدروج هذيك الكل باش وصلنا له. What I really liked about the view that we can see the downtown here, and there's a lot of tall buildings. Like this is Bangkok, you know, and we have the bridge from there You see the house with the wood? with the wood. Yeah. Yeah, when I was young, my house like that. Ah, The wood really? one, yeah, we live like that in before. We don't have a cement or like this. Yeah. It's the wood. It's like this. Okay. So that's why we have a fire. Ooh. If there's a fire, everything is gone. شفتوه صديقنا البوذا ذاك الطويل اللي كنا مصورين بحذاه، هو نفسه اللي طلعناها في الدروج هذه الكل باش نجمنا نشوفوا الفيو هذه اللي هي فيو ياسر شبابة وياسر عالية. Now I'm speaking Tunisian, no laugh. It's a very nice view and it's so windy here, so that's why I'm he stepped up. almost like only one step, like 1 centimeter. yeah. Oof.
انا شخصيا فرحت كي عرفت برشا معلومات جديده على ثقافه اللي تبعد علينا كل البعد، تحلي لك عينيك على طريقه تفكير وستيل دو في بعيد علينا برشا وما يشبهلناش حتى طرف، والحاجه هذه تزيد تخليك تتعلق بالدين نتاعك، والحمد لله على نعمه الاسلام. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونجمت نشارك معكم معلومات جديده. استنوني في الفيديو الجاي وين باش تهزني نويز باش نجرب ماكله تايلانديه. نشوف في سوق سيدي عبد السلام احنا توا نتاع بانكوك. 50 baht. Only that. 50. What if I want to take one?